احد اسباب ان انت بتخاف جدا من نقد الناس هو ان انت كشخص ناقد، هو ان احنا كبرنا في بيئه بتعلمنا ازاي ننقد. ودي حاجه اهالينا كان كتير بيعملوها، فاكرين ان هم كده بيحاولوا يحمونا. بص دي بتعمل ايه، اياك تعملي زيها، دي مش كويسه. بص ده بيعمل ايه، عمره ما هينجح. اللي حصل ان احنا مع وقت طلعنا بنبص لكل اللي حوالينا من غير ما نعرف ايه قصه حياتهم بالكامل. احنا بنجادجهم بناء على لبسهم او على اختيارهم او على علاقاتهم اللي احنا بنشوفها. فلازم نعرفه ان واحنا بننقد الناس احنا اصلا بننقد نفسنا، واكتر اشخاص الناقدين لنفسهم هم اكتر اشخاص الناقدين اللي حواليهم. امتى هتبطل تنقد نفسك؟ لما تبطلوا تنقدوا الناس. كل مره يجي حد قدامك وتحس انت عايز تبص على الشخص ده وتتجادج وتقولوا كلام حاد جدا على حياتهم، قول ما يخصنيش، مش موضوعي، انا معرفش القصه كامله، ماليش علاقه. لما انتوا هتبطلوا تتجادج الناس اللي حواليكوا على شكلهم، على لبسهم، على تصرفاتهم، هتلاقوا نفسكم بداتوا تتعلموا يعني ايه تتسامحوا، انتوا تبصوا للامور بشكل اخر. فمع الوقت هتتعلموا ان انتوا تتسامحوا مع نفسكم. فبدل ما اول ما بتعملوا حاجه بتبداوا تجلدوا نفسكم وتتجادج نفسكم، متخيلين ان كمان كل الناس هتبقى شايفاكم بالشكل ده، فجاه هتلاقوا ان مفيش حد شايفكم بالشكل ده. انتوا اللي كنتوا شايفين الناس مش شايفين نفسكم بالشكل ده.